تخيل معايا انك اجرت شقة في منطقة محرم بيه في اسكندرية، وبعد يومين تسمع خبط عنيف على الباب. تفتح فتلاقي الشرطة واقفة ومعاها اذن من النيابة وبتطلب منك تسيب الشقة فورا. تسألهم في ايه بالظبط، فيقولوا لك ان في بلاغ جالهم بان في جثة مدفونة تحت سيراميك الشقة اللي انت قاعد فيها دلوقتي، وبقالها اكتر من 8 سنين. ازاي الجريمة دي فضلت سر كل الفترة دي، ومين الضحية؟ ده اللي هنتكلم عنه في حلقتنا النهاردة، جريمة محرم بيه. اهلا بيكم، معاكم سامي، ويلا بينا نعرف الحكاية كلها. اللي قدامكم في الصورة دي هي نيرة رجب. كانت عايشة في اسكندرية، ووالدها ووالدتها متوفين، وليها أخين هم رفعت وحسين، وأخت كبيرة اسمها بدرية، ودول من أب تاني كانت والدتها متجوزاه من زمان وانفصلوا عن بعض. وخليكم فاكرين التفاصيل دي لأننا هنحتاجها في حلقتنا النهاردة. في شهر فبراير من سنة 2024 نيرة اللي وقتها كان عندها 12 سنة بس، وكانت لسه والدتها عايشة، قامت من نومها على حوالي الساعة 2 بالليل علشان والدتها كانت تعبانة بقالها فترة وبتعاني من مشاكل صحية بسبب السكر والضغط. نيرة دخلت لأوضتها بحيث تطمن عليها، واتصدمت لما شافت والدتها بتطلع في الروح، وبعدها خلال وقت بسيط جدا ماتت. نيرة انهارت من العياط وكانت خايفة جدا، وفي وقت بسيط برضه الجيران اتجمعوا كلهم، وأخوها رفعت صحي، وأختها بدرية اللي كانت متجوزة وعايشة بعيد جت هي وجوزها. وطبعا الدنيا مشيت بشكل طبيعي، الأم اتدفنت واتعمل عزا، ونيرة كانت في حالة نفسية سيئة جدا لأن والدها رجب متوفي من 8 سنين، وكده بقت وحيدة ويتيمة. بتمر الأيام عليها ببطء وحزن شديد جدا، وبدرية أختها كانت بتحاول ما تسيبهاش، يعني مرة تجيبها عندها، مرة تروح لها، مرة تعمل لها أكل، والأيام كانت بتفوت وتمر برتمها المعتاد. ونيرة رغم إنها كانت صغيرة في السن إلا إنها لاحظت إن بدرية أختها بتبص لرفعت بنظرات من الغضب وبتتجنب تكلمه، ولما هو بيكلمها بتتعصب عليه وما بتردش. وده كان غريب، خاصة وإن بدرية طيبة ومش بتاعت مشاكل. وخليكم برضو فاكرين نقطة الطيبة دي لأنها عملت كارثة قدام هنعرفها. وبعد حوالي 11 شهر من وفاة الأم، جت بدرية في يوم كعادتها وادتها الغدا، وطلبت منها تسيبها لوحدها علشان تتكلم مع رفعت، وقفلت عليهم باب الأوضة. في البداية اتكلموا بصوت منخفض، ولكن فجأة صوتهم عالي وكل واحد بقى بيرمي الاتهامات على التاني. بدرية تقول له انت شاركت معاهم في المصيبة دي، ورفعت يقول لها وانتي سكتي على المصيبة علشان جبانة. فردت عليه وقالت له خلاص، اللي كنا خايفين عليها ماتت، وكده كده اخونا حسين في السجن وعليه قضايا واحكام كتيرة ولازم الحق يبان. وبعد ما قالت كده خرجت من الأوضة ورزعت الباب وراها فورا. نيرة قلقت وحاولت تفهم سبب الخلاف، لكن رفعت اتعصب عليها وسابها ومشي، وبدرية هي كمان مشيت من غير ما تقول لها أي حاجة. فالطفلة قعدت في أوضتها تفتكر والدها ووالدتها، وفجأة نورت في دماغها حاجة قديمة حصلت لما كان عندها 9 سنين. وهي في يوم من الأيام أخوها غير الشقيق حسين كان راجع بالليل وسكران، وقعد في الصالة يضحك ويهزر مع نفسه لأنه ما كانش في وعيه. فنيرة راحت وسألته انت كويس؟ وهي مش فاهمة اصلا ماله. فخدها ووقفوا في الشباك وقال لها فاكرة رجب ابوكي؟ عارفة مات ازاي؟ وقتها استغربت جدا من كلامه وما ردتش، فحكى لها ان هو اللي موت ابوها. ليلتها نيرة افتكرته بيهزر ومش دريان بيقول ايه، ولانها كانت طفلة وصغيرة نسيت، والطفلة فضلت تراجع الذكريات القديمة وخناقة اخوها واختها الغريبة. والكلام ده كله كان في امتى؟ كان في شهر مايو سنة 2025. وليلتها نيرة كانت هتتجنن من اللي سمعته بين رفعت وبدرية، وده خلاها تاني يوم تطلب من رفعت تروح تقعد يومين 3 عند عمتها وعمها في الصعيد. ورفعت وافق علشان يخلص من مسؤولياتها. وهناك نيرة قالت لعمتها انها عايزة تقول لها سر عرفته بس خايفة لا تقتلها. عمتها استغربت جدا من اللي قالته وردت عليها بانها بتحبها ومستحيل تأذيها. وواحدة واحدة الطفلة بدأت تفتكر حاجات كتيرة حصلت زمان، وحكت لعمتها الكلام اللي قاله حسين وهو سكران، والخناقة الكبيرة اللي حصلت بين بدرية ورفعت من قريب. عمتها اتخضت من الكلام وقالت لها ان كده اخواتها وامها ممكن يكونوا قتلوا رجب ابوها، لانه بقاله 8 سنين مختفي ومحدش يعرف عنه اي معلومات خالص. ومن وقت ما قدموا بلاغ التغيب في اسم شرطة محرم بيه،
الشرطة لسه بتدور ورا اختفائه، ووقتها العمة بعد تفكير طويل مع جوزها خدوا بعضهم وسافروا اسكندرية وراحوا لاسم شرطة محرم بيه، وهناك سألوهم عن بلاغ التغيب اللي عملوه عن أخوها رجب من 8 سنين وأكتر. وقتها العمة اتصدمت لما عرفت من الضباط إن بلاغ التغيب اتقفل لأن سعدية مرات رجب جت بعد سنة واحدة من البلاغ وقالت لهم ان هو كان مسافر ورجع وما قالهمش. فورا العمة اتأكدت ان اخوها اتقتل فعلا، وبلغت في اسم الشرطة بالكلام اللي الطفلة نيرة قالته، وبدأ رجال الجهات المختصة يحققوا في القضية ويدوروا في الخيوط بتاعتها. واول حاجة عملوا تحريات في شارع محسن بمنطقة محرم بيه، وده اللي كان ساكن فيه رجب مع اسرته، وعرفوا ان رجب مختفي من 8 سنين ومرجعش زي ما زوجته قالت. وتحديدا الاختفاء ده كان من سنة 2017، ومن وقتها محدش هناك يعرف عنه اي حاجة. وبعدها جابوا بدرية وحققوا معاها، وبعد مواجهتها بالجريمة انهارت وفضلت تعيط وحكت اللي محدش كان يتخيله. وقالت بدرية في اعترافها ان والدتها خلفتها هي ورفعت وحسين من اول راجل اتجوزته، ولانها كانت عصبية ودايما بتعمل مشاكل وبتهتم بالمظاهر والصرف والفلوس، ما كانتش ست بيت شاطرة، واتطلقت من جوزها الاولاني واتجوزت بعد مدة رجب. ورجب كان طيب ومش بتاع مشاكل وظروفه كانت على قده شوية، ورغم كده ما كانش مقصر في حاجة معاهم وبيصرف عليهم كلهم بالتساوي. لكن سعدية والدتها ما كانتش مدبرة، ومع ضيق الحال وارتفاع الأسعار بقى على طول في بينهم مشاكل وخلافات كبيرة. وسنة 2017 تحديدا في يوم شتوي بارد رجع رجب من شغله، وقامت سعدية مسمعاه كلمتين تقال على قلبه بسبب الظروف والحال اللي على القد والخلافات المعتادة اللي ما بينهم. وحصل بينهم يومها خناقة كبيرة جدا، وفجأة وسط الخناقة جاء أخوها حسين الصغير واللي وقتها كان عنده 18 سنة سحب سكينة من المطبخ وطعنوا بيها في ظهره. وده ما كانش موقف غريب من حسين، لأنه كان إنسان فاشل وما كملش تعليمه ودايما بيسهر بره البيت وبيسكر وبيشرب مخدرات. وليلتها البيت كله جات له حالة صدمة، والحزن حظ نيرة كانت نايمة وما شافتش المشهد المرعب ده، والكل قعد في الصالة مصدوم ومش عارفين يعملوا ايه، علشان فجأة سعدية تؤمر حسين ياخد الجثة في الأوضة الكبيرة ويقطعها بالسكينة 4 أجزاء، وأمرت رفعت يجيب أدوات حفر ويشيل السيراميك اللي في الأوضة علشان يدفنوا الجثة تحته. وفعلا ده اللي حصل، الجثة اتقطعت وبعدها عملوا حفرة كبيرة في الأرض، لأنهم كانوا دور أرضي، ودفنوا بعدها رجب بدم بارد. وبعد ما خلصوا علشان محدش يكتشف الجثة ولا الجريمة ولا حتى يشموا الريحة، عملوا فوق الجثة طبقتين كاملين من السيراميك. وبعد ما خلصوا الجريمة نظفوا الدم وكل حاجة، وتاني يوم راحت سعدية وبلغت عن تغيب جوزها وكلمت عيلته وعرفتهم، وبعد أسابيع بسيطة قطعت علاقتها بيهم. وخلال الوقت اللي عدى بعد الحادثة منعت سعدية ان حد يجيلها سواء من عيلتها او من عيلة رجب، وكانت منع اولادها وبناتها يدخلوا اي حد غريب الشقة سواء الجيران او حتى الاصحاب، علشان بعد حوالي 3 سنين تسيب الشقة لانها كانت ايجار وتروح لشقة تانية. واوهموا نيرة ان والدها كان بره ومات في حادثة. ولما سألوا بدرية في التحقيقات ليه ما بلغتش من بدري، ردت بان اخوها حسين كان مجرم ويعرف ناس خطر، وهددها في اليوم ده بانها لو قالت اي حاجة هيقتلها هي وجوزها على طول. فخافت لان وقتها كمان كانت حامل، وقررت تسكت علشان الدنيا تعدي. بس بعد وفاة والدتها ولأن حسين اتسجن في قضايا مخدرات ما بقاش خلاص في حاجة تخاف منها. وبعد نهاية التحقيقات مع الأخت الشرطة قبضت على رفعت وحققت هو كمان معاه، وبلغت الجهات المعنية بالاتهام الموجه لحسين بالقتل العمد. وبعد كده أخدت الشرطة إذن نيابة وراحت للشقة محل الجريمة في شارع محسن بمنطقة محرم بيه، وكان طبعا فيها سكان مأجرين، فطلبوا منهم يخلوا الشقة فورا، وجابوا حسين مثل الجريمة وعرفوا منه مكان الجثة في أنهي أوضة. ولما حفروا لقوا الجثة تحت طبقتين من السيراميك، وفعلا كانت متقسمة 4. وبعدها بدأت محاكمة المتهمين في الجريمة. في نهاية الحلقة شاركونا برأيكم في الكومنتات، ايه السبب اللي ممكن يخلي الشر يوصل للدرجة دي جوه الناس؟ مستنيين مشاركاتكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، وشكرا جدا ليكم.